عاجبكم مناظركم كده يا مجلس اداره نادي الزمالك؟ كل يوم بتطلعوا تتهزقوا من ممدوح عباس. يعني ممدوح عباس كل يوم يطلع يهزق فيكوا عشان هو اللي بيصرف. طب ما هو طبيعي، ما هو اللي بيصرف. يعني ايه هو ينزل تويتر يقولك فيها ان انا صرفت المستحقات؟ يعني ايه؟ هو مين اللي بيصرف اصلا؟ المفروض مش نادي الزمالك؟ اداره نادي الزمالك بتصرف؟ ايه بقى يعني ايه ممدوح عباس اللي يصرف؟ مين اصلا صفته ممدوح عباس ده عشان هو اللي يصرف؟ ويا ريته بيصرف ويسكت. لا، هو بيصرف وبيذلنا حرفيا. يعني انتوا بقى كمجلس اداره جايين ليه لما هو اللي بيصرف وانتوا مش عارفين تديروا؟ يعني انتوا مفيش ملف نجحتوا فيه خالص، لا ملف كرة القدم ولا الصلاة ولا إدارة الأزمات ولا حل القضايا اللي علينا. امال انتوا فالحين فين؟ انا اعرف ان اي مجلس اداره بيبقى ليه ايجابيات وسلبيات، انتوا ما شفتلكوش غير سلبيات بس. طيب بقالكوا سنتين، المفروض يبقى في تارجت في سنتين. فين التارجت بتاعكم؟ ولا حاجه، صفر. ويا ريت محافظين على ايمج نادي الزمالك. لا، جايبين حد من بره بيصرف وبيذلنا بالفلوس اللي بيصرفها. حبيبي، اللي لعيبه نادي الزمالك ملزومه منكم، تاخد فلوسها ومستحقاتها منكم. وممدوح عباس مش بيحب النادي ولا حاجه، تمام؟ ممدوح عباس مش بيصرف جنيه غير لما بيبقى عايز قده واكتر. عشان لو بيحب النادي ما كانش هيطلع يقول انه بيصرف. ولو هو بيحب النادي كان واخد شيكات على النادي ليه؟ هتقولوا لي اصل هو كان متخانق مع مرتضى، وهو ساعه ما كان ماسك النادي كان عارف انه هيتخانق مع مرتضى اللي هيجي بعده. ها، تمام، فهمنا. يبقى هو اكيد عايز قصادها حاجات كتير. فكفايه قوي بقى عليكم كده يا مجلس اداره بجد. يعني انتوا فشلتوا في كل الملفات، في كل الملفات. منظركم بقى زي الزفت. يعني انا مش لاقي كلام اقوله.